في لوحه اسمها ذا انجوشت مان، بالعربي يعني الرجل المعذب، مفيش حد اشتراها الا وحصلت له كوارث. اول واحد اتكلم عن الموضوع ده اسمه شون روبرتسون، اللي قال ان هو ورث اللوحه دي عن جدته، وهو صغير كان بيشوف اللوحه دي عند جدته وكانت بتقول له ما تعلقش اللوحه دي، اللوحه دي مرسومه بدم الفنان، وبعد ما خلص رسمها انتحر. لما جدة شون ماتت وشون وارث اللوحه، قرر يجرب وما يسمعش كلامها، وعلق اللوحه في البيت. كل يوم أصوات بتهمس، بيبان بتفتح وتقفل لوحدها، وابنه بالليل بيصرخ وبيقول إن في أشخاص تانيين معاه في الأوضة. وبعد كده سلسلة كوارث متتالية بتحصل لشون وعيلته. شون نزل أكتر من تويتة وأكتر من فيديو بيوثق فيها الأصوات اللي بيسمعها والظواهر الغريبة اللي بتحصل. وبعدها شون قرر يخبي اللوحة ويدور على أصحابها الأصليين، وكل اللي قدر يوصل له شون إن اللوحة وصلت لجدته عن طريق واحدة صاحبتها، وكل اللي امتلك اللوحة قبل كده كان بيحصل له نفس اللي حصل لشون وكوارث أكبر من كده كمان. وجدته نفسها حاولت تتخلص من اللوحة أكتر من مرة، بس كل محاولاتها فشلت. بس في الآخر شون ما قدرش يوصل لأصحاب اللوحة الأصليين، وفضلت اللوحة معاه لحد دلوقتي. تفتكروا الكلام اللي قاله شون ده ممكن يكون حقيقة ولا اختلقوا بغرض الشهرة؟ وخصوصا ان الرسام الاصلي للوحة شخص مجهول لحد دلوقتي. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.